السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم حلوة الكنافة بالفواكه المعسلة، كتجي روعة، ونتمنى كل وحده شافت الفيديو تجربها. انا غادي نبسطها عليكم بواحد الشكل بسيط جدا، يعني بامكانيات كل وحده تخدمها. المقادير كالتالي: عندنا هنايا 300 غرام ديال الكنافه، 80 غرام ديال الزبده دايبه، 4 المعالق الزبده دايبه، 4 المعالق ديال السكر كلاصي. هنا عندنا 200 غرام ديال الفواكه الجافه، خليط ديال التمر، اكاجو، كركاع، لوز، اللي عندكم الفواكه الجافه كتشدوها وكتهرمشوها. كنبداو كناخدو الكنافه 300 غرام اللي عندنا. الا بغيتو تدبلوا المقادير ولا ديروا النصف ديالها، غتنجح لكم الوصفه. كنشدوها كنحلوها بهذه الطريقه هذه غير بشويه علينا، وكنخليو نحاولوا نخليوها شويه طويله، لان داك الطول ديالها باش غادي يعاوننا باش نخدموا هذاك الشكل ديال الحلوه، كيجيو بحال العشيشات الصغار. ما هي كتفرتت بسهوله، يعني نحاول نخدمها غير بالاصابع ديالنا وما نوركوش عليها بالجهد كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنزيدوا 80 غرام ديال الزبده دايبه، اللي بغى يدير الزبده ديال البواطه يديرها، اللي بغى يدير الزبده حيوانيه وما كاين ما احسن من الزبده حيوانيه، هذه كتجي روعه. تقريبا كاس الا ربع بعبر كاس العنبه صافي. وكنبداو نحلو هذاك العجين بهذا الشكل هذا، يعني كنحاولوا نلبسوا الكنافه مزيان بالزبده كما كتشوفوا يعني في الفيديو في الصوره. كنبقاو نلبسوها بهذا الشكل، حيت واخا كنشريوها كناخذوها شويه كيبيعوا لنا شويه يابسه. وراه هاد عجين الكنافه راه كتلقاو عند الناس اللي كتبيع ورقه البسطيله، ولا دوك المحلات اللي كيبيعوا الحلويات الشرقيه حتى هما كتاخدوها من عندهم، والاغلبيه راه كتكون كونجلي، يعني كيكونوا حاطينها في الفريغو. صافي كناخدوها بهذا الشكل هذا، نبقاو نلبسو فيها حتى كنلبسوها مزيان بالزبده. من بعد كناخدو كاسرونه، كنزيدو عليها 4 المعالق ديال الزبده و8 المعالق ديال العسل، وفوق من النار كنخليهم حتى يذوبوا مزيان ويندمجوا مع بعضياتهم مزيان كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد كنزيدوا 4 المعالق ديال السكر كلاصي ونحركو مزيان حتى يندمج هذاك الخليط مزيان كما كتشوفوا. من بعد كنزيدوا الفواكه الجافه اللي غادي نعسلو هنايا، كنبقاو نخلطو غير بشويه بشويه حتى كيعطينا واحد الخليط معسل. من بعد كناخدو هذيك الكنافه اللي وجدنا وكناخدوها على هذا الشكل، كنديرو على شكل طولي
بهذه الطريقه هذه، وهي طريقه سهله وماشي صعيبه. وكيف ما كتشوفوا هنايا في الفيديو كنبداو نلويوها من اليسار لليمين او من اليمين لليسار على الجهه اللي تجيكم سهله، وكنبقاو نمركوا عليها بالاصابع ديالنا مزيان باش دوك الشعيرات ديال الكنافه يلصقوا في بعضياتهم. انتما كما كتشوفوا الاولى هي راه سهله ماشي واعره، سهله في الخدمه. الثانيه غادي نخدمها بنفس الشكل ديال الاولى، وكتبقاو غاديين هكا وحده مره وحده حتى كنكمل العجين اللي عندي. وراه سهله في التطبيق، ماشي شي حاجه اللي هي كتاخذ الوقت بزاف ولا اللي هي صعيبه. هكذا غادي نكون انا كملت اللاطه الاولى ديالي، انتما كما كتشوفوها. من بعد غندخلها للفران اللي يكون سخون ديجا، ولكن الوقت اللي نرميها في الفران نقص العافيه مزيان، خصها طيب على عافيه مهيله، لان الشعيرات ديال الكنافه في ساعه كياخذوا الطياب تاخذ اللون ذهبي. الوقت اللي تاخذ اللون ذهبي يعني كنطيبها، من بعد كنهبطها لتحت ولا نشعل عليها من الفوق ملي يطيب من التحت. ملي تاخذ اللون ذهبي ديك الساعه كنخرجها من الفران بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا في الفيديو. كيجي اللون ديالها روعه، غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. ها هي كما كتشوفوها. من بعد كناخذ الخليط اللي وجدت، كنبدا ناخذ بالمعلقه، ناخذ 2 معالق صغار ونبدا ناخذ بمعلقه ونحط بهذا الشكل هذا حتى هذا الخليط الا خدمته بالزبده الحيوانيه راه كيجي واحد المذاق يعني روعه ما شهيتكم فيه، كيجي روعه. الا بغيتوها تكون معسله بزاف كيف تخرجوها من الفران سقيوها بالعسل عاد عمروها بهذا الخليط ديال الفواكه الجافه. انا ما بغيتهاش حلوه بزاف لان كتجي حلاوتها ومع هذا الخليط كراميليزي كيجي حلو بزاف. انا فضلت نعمرهم بهذا الشكل هذا ملي يخرجوا من الفران عاد نسقيهم بالعسل. نتوما الا بغيتوها معسله بزاف راه يمكن تسقيوهم بالعسل عاد تعمروهم بخليط الفواكه الجافه. يعني دابا هنايا ملي عمرتهم بداك الخليط ديال الفواكه الجافه انا بديت كنسقيهم بالعسل غير من الجوانب حيت ما بغيتهمش يكونوا حلوين بزاف، وجاو روعه حتى اللي كلاوهم يعني يشكروا على الحلاوه ديالهم، جات متوسطه ماشي حلوه بزاف. نتوما كتعرفوا دابا هذا الوقت الناس ولات كتفضل الحاجه اللي هي ناقصه من الحلاوه. صافي كنبقاو نسقيو بحال هكا وحده مورا وحده حتى نكملوا الحلويات ديالنا. وها هما في الاخير قدمتهم لكم بهذه الطريقه هذه في كويغطات، حيت فيهم العسل كنفضل نديرهم في الكويغطات باش حتى اللي خداها ياكلها ما يعمرش يديه بالعسل. وبالصحه والراحه، ونتمنى يعني تجربوهم وعمركم ما غتستغنيو عليهم الوقت اللي غتجربوهم، راهما روعه بصحتكم.